بسبب حاجه وحده كانت طرات لي في المجال ديال الستاتيك وبدلت لي بزاف ديال المغالطات اللي متعلقين بهذا السبور هذا. وهاد الحاجه بالضبط هي نقدر نقول لكم حولات لي الطريقه اللي كيفاش غادي بها انا للستاتيك ورداتها ليا لمستوى واحد اخر، لا من ناحيه ديال كيفاش نزيد نطور من المهارات ديالي او كيفاش نزيد ننظم من البروغرامات ديالي، واهم حاجه خلاتني نزيد نفهم راسي اكثر. وهذا الشيء كامل بسبب واحد البلاسيو، واحد الاصابه كانت جاتني وهي اللي حددت لي كيفاش غادي تكون عندي طريق في العالم ديال الستاتيك. واش غنستسلم وغادي نحبس او لا غادي نكمل؟ او بطبيعه الحال ما حد جالس انايا قدامكم والا عارفين الجواب. هادشي علاش الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم غادي يكون متعلق بالاصابات والانواع ديالهم، اهم حاجه كيفاش نتفاداوهم. وكذلك بحكم التجربه ديالي كان عندي واحد الصراع تقريبا شي عامين وكثر مع واحد الاصابه اللي تقريبا كانت محمقان. كنت واصل ديك الساعه واحد 10 فرونت ليفر بول اب، واحد البركه ما هياش ديال البلونش. جات هاد الاصابه هذه حرمتني من هاد الشيء كامل، ما بقيتش كنقدر ندير حتى الهولد في الفرونت ليفر. وتخيلوا معايا الكميه ديال الاحباط اللي تقدر تجيك في ديك الحاله هذيك. وهاد الحاجه هذه كيتشاركوا فيها بزاف ديال الرياضيين ديال الستاتيك وديال الكاليستانيكس وما كيعرفوش شنو كيديروا في هذه المرحله هذه، كيفاش يتعاملوا مع ديك الاصابه، واهم حاجه كيفاش يتادابطاو معها. حيت لا جينا كنفكروا فيها بزاف راه بقينا تما. فهادشي علاش الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم غيكون متعلق بالاصابات، الانواع ديالهم، كيفاش نتفاداوهم، اولا باحرى كيفاش نتعاملوا معهم. حيت هنا فين كاينه الثغره، فبقوا معايا في الفيديو حتى الاخر حيت كاين شلا ثغرات في الفيديو هذا. حيت راه ماشي بالضروره صافي انك صافي جاتك اصابه خاصك تفكرها خاصك تبرا وصافي، لا راه خاصو يوقعوا واحد الحوايج اللي حنايا دي زاتليت ديال الكاليستينكس خاصنا نتعاملوا معاهم. فكالعاده قبل ما نبداو خلي معاك واحد السبسكرايب، واحد اللايك الفيديو، باش بارطاجي علاش لا مع صحابك وصحاباتك باش العائله الستاتيكيه ديالنا تزيد تكبر وكلشي يسهل. فنتوكلوا على الله. السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد وبروغريس جديده معكم ان شاء الله. الكاليستينكس اولا الكاتيجوري ستاتيك معروفين باللي من اقوى الرياضات في العالم، وكذلك معروفين باكثر الرياضات اللي كتجيب البلاسيور. والخطر في الامر كاين شي نوعيه ديال البلاسيور اللي تقدر تخلي الواحد انه صافي فاند كارير انه يحبس في مره. كيف ما دازت عليا واحد النوعيه ديال الاصابات راه تقدر تخليك ما دير حتى شي حركه وحده، يعني موفمون بسيط انك تمشي تهز كاس ولا مثلا تمشي تعلق في لابار ما هاديش تقد ديرها، وتعيما ترتاح وتعطي الراحه وبزاف ديال الحوايج الثلج والماساج، ولكن والو. حيت المساله كامله مرتبطه بديك الروح الحديديه ديال الاتليت، ديال داك الرياضي اللي كيمارس ديك الرياضه، اللي كيمارس داك السبور. واحد الصراع داخلي تيكون الداخل ديالو ما بين العوده او انه يحبس في مره. هادشي علاش نوعيه ديال الاصابات كتختلف من واحد لواحد اخر، عاوتاني على حسب السيتوياسيون كذلك الاسباب. ولكن واخا هكاك حنا تقريبا صحاب ستاتيك سبحان الله كنلقاو راسنا مشاركين بنفس الاصابات، فهمتيني؟ يعني كيجي عندك صاحبك كيقول لك راه عندي واحد بليسير في واحد القنت، كتقول او والله الا انا جاتني في واحد الوقيته عرفتي شنو باقا مرضاني حمقاتني المهم بحال هكاك. ولكن حيت راه بصح راه كنبقاو كنمارسوا نفس الرياضه ونفس الحركات ونفس الستريكتور ديال الرياضه هذه كامله. وهادشي هذا بطبيعه الحال غادي يخلينا نتشاركوا في المجال الاصابوي. المهم الاصابوي المهم واش كاين هاد الاصابوي، نتوكلوا على الله وندويو على اول حاجه واللي هي النوعيه ديال الاصابات. اول حاجه بعدا قبل ما نبدا معكم الفيديو خاصنا بعدا نفهموا النوعيه ديال الاصابات، عاد ديك الساعه نمشيو لكيفاش نتفاداوهم. يعني ماشي نتايا صافي جاتك واحد البليسيو اي انت عندك الحريق في هذيك البلاصه، راه بعض المرات راه ما عندكش الحريق في ديك البلاصه. باش تعرفوا الاخوان بحكم التجربه ديالي باش مشيت دوزت عند الطبيب ودرت بزاف ديال الحوايج، هادشي علاش بغيت نشارك معكم ديك البيريود اللي كنت مبلاسي فيها هادي عامين المهم شحال هادي، ونوضح لكم شي بلانات اللي اختصروا عليكم بزاف ديال الوقت وما تطيحوش في الاغلاط اللي طحت فيهم انا. فكيف ما قلت اول حاجه ندوي على النوعيه ديال الاصابات، خصنا نفهموا بدل الاصابات ولا البلاسيور كيفاش دايرين. اول حاجه هما الالتهابات العضليه لي زانفلاماسيون ميسكولار، اللي هادو كنصنفهم من الدرجه الاولى ماشي من الاصابات، ولكن هما اللي كيمهدوا الاصابات ديالنا في الجسم ديالنا ما كنكونوش رادين لهم البال، يزيدوا كيتفاقموا حتى صافي حتى كتجي البلاسيور كطيح مره واحده. هادشي علاش كنقول لكم ديما الاخوان تصنتوا الجسم ديالكم واخا تكون شي حاجه خفيفه. فراه الالتهابات العضليه كيبقى واحد الفعل طبيعي وكيوقع في واحد النطاق عضلي محدد كرياكتيفي الجسم ديالنا من مورا كل مجهود كبير او لا واحد الضغط على الجسم ديالنا، وكذلك اللي تنكونوا حنايا ما مولفينش به. واحد المعلومه الاخوان، راه لي زانفلاماسيون ميسكولار راه بين طرق باش انه الجسم ديالنا انه يصلح داك الدمج اللي وقع في ديك البلاصه هذا. باش تكون عندكم واحد الفكره على لي زانفلاماسيون ميسكولار، يعني راه كيبقاو واحد طرق باش انهم يصلحوا دوك الالياف العضليه اللي كانوا تضرروا اللي كانوا دمجاو في ديك الوقيته اللي كنتي كتريني فيها اولا مش شحال هادي. يعني ديك الشيء تيكون شويه تراكمي، يعني ماشي في ديك وسط الحصه، يعني شي كتجمع على شي تا صافي فهمتي. هما اللي كيعاونوا على التجديد ديال لي مايكرو فايبرز، يعني الملفوف، يعني الملفوف العضلي فهمتي، ماشي الملفوف الكبداش هو
يعني بحال دوك المايكرو تيرز اللي كيوقعوا وسط التمرين، يعني واحد التمزقات خفيف تيوقعوا علينا فهمتيني تيكون وسط العضله ديالنا. فانا من هاد الناحيه تقريبا الامور كامله مزيانه بيس. ولكن حنايا ومع الايغو ديالنا شنو كنديروا؟ كنزيدوا كنحكوا عليهم مزيان فهمتي، يعني صافي هذيك واحد الحاجه خفيفه، يعني ماشي مشكله غدا تبرا غنمشي نتريني عادي. وراه فريمون بصح مع الدم كيدور والكور ديالك كيسخن فريمون تيغطي على ديك لانفلاماسيون ميسكولير كتكون عندك، سيرتو الا كانت خفيفه ومن الدرجه الاولى ديالها وكتكون يلاه بدات تبان. بطبيعه الحال ما غاديش تحس بوالو منين الكور ديالك كيسخن. وبابسط مثال ملي كتجيك واحد البلاسيو ما كتحسش بها وسط الورك اوت، حتى كتمشي للدار والكور ديالك كيبرد عاد كتحس بشويه ديال التوعات بشويه ديال النغيس فشي بلاصه يعني كذا. المهم هادي غادي تكونوا 100% عارفينها، وهذا الشيء بالضبط غادي يقدر يدي لينا شي حاجه اكثر من لانفلاماسيون ميسكولير، حيت هو راه كيبقى مسكينه واحد الرياكسيون فهمتي كرياكتي بها الجسم ديالنا. هادشي علاش ديما في لاكتيفاسيون تنقول لكم الكور ديالنا خصكم تحسبوه، خصكم ديروا في بالكم عندكم واحد طابلو دبور خصكم تصنتوا ليه اي حاجه صغيره خصكم تردوا ليه البال كيف ما كان. ولكن حنايا ما كنتسوقوش. ملي كتزيد كتفاقم هاد لانفلاماسيون ميسكولير كندخلوا في لي دولور ميسكولير، يعني فريمون واحد الحريق. يعني باش تعرفوا راه بعض المرات الالتهابات العضليه ما كينتجش عندهم واحد الحريق، يعني الكور ديالك باقي فهمتيني كيعالج المسائل فهمتيني بوحدو فهمتيني. هذيك كتبقى واحد الالتهاب يقدر ستريكتومون انه ما يعطيك الحريق الاول. ولكن اون فوا الحاله شويه كتزاد حنا كندخلوا في لي دولور ميسكولير. ملي كتضغط على ديك البلاصه اولا ملي كتبغي تحركها اولا كاع ملي كتبغي تقصر داك الموفمون اللي انت ديجا مولف به، هنا كتولي كتحس بشويه ديال الحريق وما تعرفش مناش. وكذلك واحد النقطه اخرى، راه الالتهابات العضليه هما بين الحوايج اولا هما بين الاسباب الرئيسيه اللي يخليو الجسم ديالك انه كيعيا دغيا وتحس بديك الثقوليه الا كملتي على هذا الحال. دابا ندخلوا في النوعيه الثانيه ديال الاصابات واللي هما لي طوندينيت. راه باينه من السميه ديالها غتكون عندها علاقه بلي طوندون ميسكولير، يعني هذاك الرابط اللي تيكون رابط ما بين العظم والعضله تيكون ابيض. فهذاك بالنسبه ليا واحد المنطقه اللي حساسه، منطقه حساسه يعني هذه البلاصه هذه اللي حساسه فهمتي. هذيك البلاصه سونسيبل بزاف والدمج ديالها باش انها تبرا راه ماشي بحال العضله، كتطلب واحد الوقت اللي طويل. وهاد الاصابه هذه اللي كتجي في المنطقه ديال الاوتار هما بين الانواع ديال الاصابات الاكثر شيوعا في الرياضه الستاتيك والكاليستينيك. فراه ديك العضله كتكون ديجا هي في واحد لانفلاماسيون كتكون مشدوده في داك الطوندون في داك الوتر، ومع التكرار فراه الضغط كامل كيهبط على داك الطوندون على داك الوتر، فتا هو كيستقبل التهاب. يعني بحال قلتي الميسكل عاد داك الطوندون. دابا العضله باش انه يخف عليها الضغط مشات لاحت ليه داك الشيء للطوندون يعني الوتر ديالنا. وهنا الخطير في الامر الحريق اللي تيكون فراه مدوبل مقارنه بالالتهابات العضليه اللي كنا دوينا عليها قبل. وعلاش قلت الاكثر شيوعا؟ حيت البلايص اللي كتجي فيهم هاد النوعيه ديال الاصابات كتكون عند اغلبيه ديال ثلاثه ديال البلايص: الكتف، الالبو، لي بواني. كذلك محبوبه الجماهير اللي هو الترابيز او اللاتس عند صحاب الفرونت ليفر، يعني فهمتيني بحالي انا. المهم بالشهر. وحاجه اخرى ديك العامه اللي كنت مبلاسي فيها يمكن غادي نخلي لكم الفيديو ديالي شحال هادي يمكن في 2022 راه فريمون كنت كنتريني كنعان والمشكله ما حبسش. هادشي اللي ما بغيتش تفهم ليا علاش ما حبسش فهمتي، يعني علاش نورمالمون الواحد خصو يحبس. راه كاين اللي كيجي كنسولو علاش حبستي تقول لي واحد البوني ضراتني تنبقى نشوف فيها صاحبي. ولا خويا راه بنادم راك شارب منك بنادم اصاحبي راه الله يسر تقطعت لي بيسيبس اصاحبي وكيفكر انه يرجع مجهد فهمتيني. واحد اصاحبي ضراتو بوني من الاول انت اصلا ما خصكش تدخل الستاتيك كيف ما قلت لهم الدراري. ستاتيك راه ما عندهاش علاقه فهمتيني بلا فورس بسترينث ولا بقاش في هذا الاخوان. شي هذا ما كانش هذا ما كانش فول بلونش وتيني كيلعب معاك الام ام اي وكذا بعد من ستاتيك اصاحبي. في الاخر تجيب لي سيغ وحده مثلا في يدك ولا بوني البو ديالك غنحبس. باغ ميد البلانات هادو كيخليو واحد الديفيرونسياسيون ما بين واحد وواحد كتربى عند الواحد واحد المايند سيت ديال الاتليت. رجعوا للموضوع ديالنا وهنا السؤال: كيفاش كيوقعوا هاد لي طوندينيت؟ كيفاش كيوقعوا هاد لي زانفلاماسيون ميسكولير؟ اول حاجه البريسيون اللي كتكون متكرره، الضغط المتكرر، بمعنى اخر نفس الضغط على نفس البلاصه وعلى نفس الحركات، اولا بالاحرى دوك نفس الحركات هما اللي كيعطيونا نفس الضغط على ديك نفس البلاصه. فهادشي هذا كيؤدي للالتهاب. والا زدتي كملتي عاوتاني بنفس الضغط وبنفس الضغط على الحركات هادشي هذا كيؤدي لي طوندينيت وهي غادا وكتكبر. وندخلوا في النوعيه الثالثه وهي اللي ندويو عليها دابا. وهادشي اللي وقع لي في هاد الشهور الاخرين الا كنتو لاحظتوا راني تقريبا بعات من شي حاجه سميتها بيرفورمانس مابقاش كنقدر بيرفورمي من غير هاد جوج سيمانات هادو. يلاه رجعت الحمد لله. يعني الا متبعيني في انستغرام الحمد لله يلاه بديت كنرجع لي كومونديا اللي كنت كنقصر عليهم شحال هادي يعني الحمد لله. خصوصا الضربه اللي كتمحمقاني هنايا شحال من واحد رد ليا البال في لاكتيفاسيون ديالي. دابا نشارك معكم البلان ديالها غادي نمشي بارك ان شاء الله غادي نشارك معكم كاع الديتاي وكاع الحركات والروتين حيت هذاك الشيء ما خاصوش واحد السيونس ولا روتين 15 دقيقه 10 دقائق في النهار. هادشي
مشيت عليها واحد 3 السيمانات، اختصروا عليا ديك عامين ديال الحماق الكحل كامل اختصروا لي انايا في 3 السيمانات. والمشكل من هذا الشيء رجعت احسن من اللي كنت. يلا وشوف دابا شنو كاين. الحمد لله اي حاجه فيها خير الاخوت، والله حتى اي حاجه فيها خير. البلاسيور كيعلموك بزاف ديال الحوايج والله، كتزيد كتفهم راسك، كتزيد باش تماناجي راسك، يعني كتزيد تخدم على لي بوين فابل ديالك، يعني بزاف ديال الحوايج. المهم ما نهربوش على الموضوع ديالنا، نرجعوا للسوجي ديالنا. كيف ما قلت لكم لي طوندينيت هما اللي اكثر لي بلاسيور اللي كانوا معايا في هاد الشهور اللي قبل، واكثر المسببات ديالها اللي هي الفرونت ليفر بولابس، او بالاحرى الفرونت ليفر بولابس بالذات ستوب. يعني كتكون كتلعب فرونت ليفر بولاب ديالك وكدير واحد البوز البول، يعني في الفوق في الطاش كدير واحد البوز لتحت، وهذا الشيء هذا كيخلي واحد الضغط على ديك التراجيكتوار، هذاك المدى الحركي اللي كتكون طالع به وكتهبط به. المشكله كنت كنديرها كل حصه، يعني كل حصه ضروري خصني نضرب واحد لي سيري ديال دات ستوب، وانا ما اون فوا الحاجه كنرتاح فيها صافي تنبقى نعطي تنكولها. ولكن الحمد لله تحيدت من هذه العقليات. قلنا اول سبب هو الضغط المتكرر اللي عطيت به المثال راسي. ثاني سبب اللي معظم الاغلبيه كيطيح فيه واللي هو يلعب تكنيك غلطه وكيدير الموفمون ما هوش. هادشي هذا كيخلي واحد عدم الاستقرار وواحد التوازن ما بين العضلات ديال الجسم ديالك وسط ديك الحركه. اش دايج انت اصلا الدماغ ديالك هو مركز عليه باش انه يصلحها، وانت تزيد تكمل عليه بالبريس. طبيعه الحال تكوله والله الا حنا محمقين راسنا براسنا. مسكين السيستم نيرفو ديالنا والجهاز العصبي ديالنا والجهاز المناعي ديالنا مسكين طايف باش انه يحارب ديك البلاصه ويطفي ديك لي زانفلاماسيون، وحنا كنزيدو كنكوليهم. ما واش غدير البليه فهمتي. نتوما خصني نبقى حاضر معاكم نتوما هذوك الاسئله الاخرين اللي جاوبت عليهم وليتو كتخلعوني على الاخوان. خصني نولي رد البال شنو كنقول. وهاد لي طوندينيت لي زانفلاماسيون ميسكولير هما واحد الانواع ديال الاصابات اللي يقدر الواحد انه يتعايش معاهم. هذا باش تكون في بالكم. ما حتى كترينا الرياضات ستاتيك اجي النهار غادي تبلاصه، اولا غادي تجي النهار تدخل في لافاز ديال لي بلاسيور، حيت كنسميها فاز حيت صعيب علينا كل مره خصنا نبقاو ناخذوا واحد الفتره طويله د الراحه، يعني شهر 2 سيمانات 3. لا كون كانت هكا راه فهمتيني هذاك الشيء اللي تريني حتى في سيمانه غادي يمشي لك هو في ماتش شحال. سيرتو الناس اللي مبتدئين يلا يربي واحد الماسل سترينث، يلا يولفوا يتادابطاو مع لي موفمون ومع السكيلز اللي ديما هدوهم باش انهم يمشيو ستاتيك وتجيهم بليسيور وتحبسهم ويبداو يعاودوا اصغر. فهادشي علاش صعيب انك تحاول تحبس، ولكن ساهل انك تادابط مع البليسيور وساهل انك تولي تفهمها. اجي ندويو دابا على عمليه الاستشفاء والدور ديالها وكيفاش كتجلى في الانواع. اولا عمليه الاستشفاء العضلي مختلفه كليا من ناحيه الوقت من ناحيه الزمن باش انها تولي مزيانه مقارنه مع الاستشفاء ديال الاوتار. الاوتار ديالنا لا كلاوه خاصهم وقيته اطول مقارنه مع لي ميسكل. وكذلك حاجه اخرى الاوتار ديالنا كيبغيو واحد العنايه خاصه مقارنه بالعضلات، والغونفورسمون ديالهم ماشي هو الغونفورسمون ديال لي ميسكل. يعني هادي خصكم تردوا ليها البال. ماشي جاتك اصابه مثلا في الالبو تمشي دير نفس لي موفمون اللي مثلا عاونوك ولا عرفتي انهم عاونوك في واحد الفتره كنتي مبلاسي فيها في الكتف. هنا ندوزو لواحد النوع اللي كتعتبر من اخطر الاصابات في العالم ديال كاع الرياضات واللي كيتعتبروا فان كارير. وهاد النوعيه اللي هما التمزقات العضليه لي ريبتور ميسكولير، وكذلك فيهم انواع ودرجات. وهنا فين جاني واحد منهم وخلاني نعاني بصح ماشي نعاني بروماكس في العام ديال 2022 حتى العام ديال 2023. النوع الاول اللي هما لي زيلونغاسيون اللي واحد التمزقات خفاف ماشي كيوقعوا في العضله ولكن في السطح ديال العضله. ديرتو مثلا في العضلات السطحيه مثلا بحال الترابيز بحال اللاتس، يعني راه كيجي معاهم واحد الحريق راه ما يمكنش. وحتى الحوايج بساط وحركات بساط ما ديش تقد ديرو. انا كانت جاتني في المنطقه الخلفيه ديال الكتف بسبب الوان ارم فرونت ليفر. كنت ديك الساعه يلاه بديت كنتعلم ليها وما كنتش كنعطيها اتساع. يوميا صباح عشيه كنتريني على الوان ارم فرونت ليفر، وكنت كنحط ضغط كبير على يد وحده بلاصه وحده، والباقي راكم وليتو عارفين شنو غادي يوقع من بعد. فراه بطبيعه الحال ديك الشيء راه ما كيجيش بديك اللحظه بالضبط. ديك الشيء راه عباره على تراكمات، يعني راه من شحال ديال الكور ديالك كيصبر عليك بحال كدير شي زبله كتكون مع ماني داركم في الضياف امك كتجمع لك في الكريدي فهمتي في الدوز تجمع حتى كتمشيو لداركم اجي لنا وليدي بحال هكاك دايرين لي بلاسيغ ديالنا. يعني محل الجسم ديالك عطا واحد الرياكسيون بحال هادي، والا النتيجه ديال شي حوايج وقعوا مده طويله وتشكلوا على شكل تراكمات كيف ما قلنا. يعني هادشي كامل راه كيبداو من لي زانفلاماسيون ميسكولير، من التهابات خفاف حتى الله يسر حتى كتوصل لشي حاجه ما هياش. غادي نجي عاوتاني ندويو عليها دابا، ومن اخطر بروماكس ديال الانواع ديال الاصابات، حيت كتبدا بواحد الحاجه اللي بسيطه وما كنردوش ليها البال، كنتصنتو وما كنسمعوش الجسم ديالنا شنو كيعطينا على اساس انه واحد الحاجه تفوت صافي فهمتي. انا نتريني ستريتشي صافي
صافي راه بخير فهمت. ولكن حتى كيجي واحد النهار كتكولا الجوان كيلاص ديالك صافي كتكولا، ويقد يوقع لك هذا المشكل هذا في حصه بسيطه. تقدر بعض المرات كاينين شي ناس انا ديجا مثلا كوتشيتهم يقولوا لي انا في واحد المره كنت كنستريتشي وتبليسيت، يعني باش تعرفوا نجي كنقول لهم باللي راه البليسيور راه ما وقعاتش في داك المومون اللي انت كتستريتشي فيه، هذاك الشيء جا من شحال هادي، وتما فين درتي داك الموفمون ديال ستريتشين بحال عطيتيه المجال ديال انه صافي يدير ليكسبلوزيفيتي ديالو. نقول لك خويا قارتينا بزاف اخويا، عطيناك لانفلاماسيون ما بغيتيش تريح، عطيناك طوندينيت ما بغيتيش تريح خويا، يلا شد الارض دابا بالزمن بحال هكا كيدويو معنا حنايا البلايص. راحت الاصابات واحد اللعيبات اللي مفشين فهمتي، يعني خاصهم السبه، عرفتي البليسيور دايرين بحال البنات دايرين خاصهم السبه صافي، خاصهم السبه باش يفرقوا لك ديك الدراما ديالو. فين هذا ما كان مع احتراماتي البنات ضاحكين مشينا اصلا ما سوقناش الكوميونيتي ديالي كاملين الرجال، تحيه الرجال. وهنا نرجعوا للمساله ديال خاص تكون كتسمع الجسم ديالك. لاحظتوها صاحبي شحال كان انسيستي عليها في كل فيديو، تصنتوا الجسم ديالكم يا عباد الله، تصنتوا ليه اي حاجه صغيره، راه شي اون فوا تولي كتسمع الجسم ديالك ابار انا كتولي تجنب الاصابات، غتولي تعرف شنو هما لي بوين اللي خصك تخدم عليهم، غتولي تعرف وقتاش تريني وقتاش ما ترينيش، هاد الحصه شنو تكون فيها، غتولي تعرف باللي راه لانطونسيتي والشده ديال التمرين راه ما عندها حتى علاقه باللي انا غادي تطورك ولكن راه ماشي هي كامله، راه بزاف ديال الحوايج الخوت خاصكم تصنتوا الجسم ديالكم. خاص يكون عندكم واحد طابلو دبور اون فوا كتجبد شي ام تي 09 طابلو دبور مثلا بحال ديك التشيك انجين اللي كيطلع لك في طابلو دبور، راه كاين شي حاجه في الموتور فهمتي، يعني راه ما بايناش ولكن طابلو دبور كيعطيك الرياكسيون باللي راه كاين شي حاجه صاحبي في الموتور ديالك، خاصك تمشي تشيكا. وشنو اللي وقع انا ما تصنتيش الموتور ديالك والطابلو دبور ديالك وبقيت عاوتاني مسكل عاطين المعطي تخرج شي حاجه كثار من هذيك انجي تشيك، كتقول يا ليت كون سمعت الهضره يا ليت. انا هذا هو الميساج اخوت اللي بغيت نوصل، راه ماشي في المساله ديال لي بليسيور ديال كذا، انا دابا عطيتكم الثغره عطيتكم المفتاح فهمتيني، هذيك ديال لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطاد، عطيتكم برينسيبال خوت خصكم تخدموا به. ما كنبغيش نحلف ولكن قسما بالله العلي العظيم الا هذا البرينسيپ هذا من نهار فهمته وانا الحمد لله الاصابات مني ولاو كيجيوني بواحد الفتره خفيفه، نقول او 4 ايام 3 ايام وكنقارن راسي مثلا دراري كنتريني معاهم نفس الاصابه ونفس كذا انا بريت قبل منهم وما باقيين كيعانيو معاه وانا رجعت محسن. علاش؟ حيت كنعرف كيفاش الرياكتي مع الرياكسيون تاع الاصابه فهمتي، ما كنعطيها كنعطيها فهمتي فيتف. هادشي الخوت اللي بغيت نوصل لكم الخوت فهمتيني، انا ما بقاش نكثر عليكم من الفلسفه هاد الاصابه بسبب كذا خاصك دير كذا نعطيكم الفلسفه نيشان فهمتي، شنو خاصك دير نيشان ملي تجيك البلاسيور، تصنت الجسم ديالك شنو كيعطيك شي حاجه خفيفه في الكشف ديالك ترد ليها البال، حبس لونطرين سالين تمشي للدار تشيكات دير واحد الموفمون كامل، نقدر ندير واحد الروتين ديال ستريتشينغ وديال الموبيليتي اللي يقدر فريمون انه يبعدك على شي حاجه سميتها الاصابات. علاش؟ حيت صافي كتسيب لي كاع دوك الكور ديالك الحوايج في الكور ديالك كتسيب ليهم كتعرف شنو كاين واللي ما كاينش. المهم سمحوا لي حيت طولت ولكن هاد الهضره هادي حسيت بها خرجت من الداخل ديالي، حيت داس عليه بالرجوله الخوت داس عليه انا منكش من بلاص، وانا كنت سائل ما علاش ما حبسش كيفاش ما حبسش فهمتي، راه واحد البلاسيور الخوت ما كنخش بحال هكا ما كنتش كنقدر نوصلها يعني، وديجا مشيت دوزت عليها درت ليكوغرافي فريمون لقاو عندي واحد لي كلاكاج يعني واحد التمزقات عندي خفاف هنايا، والحمد لله ما كانتش عندي واحد الغيبتور كومبليت غادي ندويو عليها دابا والحمد لله على كل حال. وسمحوا لي حيت طولت معكم الهضره ولكن هاد الهضره هادي كانت خارجه فريمون السكريبت فهمتيني، وبغيت نقولها لكم والله حيت هذا هو السر هذا هو القانون الا بغيتي تتعامل مع شي بلاسيور وما ترجعكش اللور، انت اللي خصك تشد ديك البلاسيور وتردها للصالح ديالك وتخدم عليها وترجع ناضي ورا العشي تورني جوغما. رجع الموضوع ديالنا، يا صراحه هادشي هذا عنده علاقه بالموضوع فهمتي نايس ولكن بالرجوله الخوت بغيتكم ديروا بهاد الهضره هذه اللي قلت لكم هاد 2 دقائق بغيت الواحد فريمون انه يتصنت ليها، بغيت الواحد انه يفهمها فهمتيني، يعني بغيت الصراحه شوف ما بغيت لا لايك لا سبسكرايب لا والو، بغيت واحد كلمه الشكر ودوز واحد الوقيته اللي تقول لي الله يرحم لك الوالدين خويا اي فهمتيني. انا هادشي اللي باغي، انا الهدف ديالي باغي نزيد من ستاتيك المغرب القدام فهمتيني. جاو ناس قبل داروا اللي عليهم بلا ما نذكر السميات ديالهم ولكن شافوا لي زوبورتونيتي باقي ناقصين من حقهم من حقهم اصاحبي من حقهم. حتى انا غادي نجي دابا غندير اللي عليا وندير الدور ديالي باش نزيد هذا السبور هذا لقدام، يعني ما بداتش من عندنا حنايا راه ما تبدا من حتى شي حاجه اخرى لا من دوله لا من جامعه لا وكذا، باش نكونوا متفقين من الداخل الى الخارج باش تبدا من عندنا حنا الخوت حنا الاولين ديك الساعه نشوفوا شنو كاين سالا الفيلم يعني اون فوا كتحس دوك التويشيات ولاو كيجوك في الجسم ديالك كتاخذ واحد الاجراءات في حق داك الممكن وتاخذ واحد الاجراءات في حق ديك الحاجه اللي كتحس بها ما هياش فهمتيني، تاخذ في حق انت تاخذ اجراءات في حق ديك الحاجه اللي ما هياش. هذا الشيء كامل اللي دوينا عليه باش نتفاداو الخوت واحد الحاجه يمكن عارفين واحد الدراري الله يشافيه وكنطلب ليه الشفاء خالد ولد
فاس يمكن ولد فاس الصديق ديالنا جاتو واحد الاصابه تقريبا كتعتبر من الفان كارير، ولكن غتمشيو تشوفوا بلي راه ما مسوقش الاصابه، عارف بلي هذيك بيرود وتفوت فهمتي. هادشي علاش كنقول لكم خصكم تعرفوا تعاملوا مع الاصابات، ماشي الاصابات تعامل معاكم، هذيك راه مجرد بليسيور. حنا القدره الجسمانيه ديالنا القدره الذهنيه ديالنا كبر واطغى من ديك الاصابه. شي واحد طاح في الغلط جاتو اصابه نسى ما يهمش، شوف من هنا لقدام شنو دير. الاصابه ما عمرها تحكم عليك، الاصابه طرف من الحوايج الطريق ديالنا الوصول للهدف ديالنا في الستاتيك والكاليستينكس. وهنا في كتجي هاد النوعيه ديال الاصابات، ومن اخطر الاصابات لي فان كارير بحال شكل كورتوا داك الرباط الصليبي اللي كيتسماو بلا ريبتور ميسكولير كومبليت. صافي الميسكل طاح من بلاصتو، يعني تحيد من بلاصتو. وواحد الرياضي معروف تكونوا عارفينه كاملين اللي هو رايان اونيزوكا يعني في فرنسا، وشفتوا كيفاش انه رجع النيفو ديالو، كيفاش ولا من ديك الاصابه. يعني ما تسوقش واش شحال الوقت باش انه يرجع، ما تسوقش، تعلم من الغلط ديالو. ها هو الخوت ولا تبارك الله من اكثر الابطال واقوى الابطال في رياضه الكاليستينكس ستاتيك، وبالاخص كيف ما كتشوفوا معروف بالفرونت ليفر. وشي نهار تكون واحد 1 في 1 بينو ان شاء الله بحول الله، وغادي نديها ليه بطبيعه الحال. ماشي الايغو ديالي اللي كيدوي، راه انا كندوي الخوت فهمتيني، طوال الزمان ولا قصار. يعني سوا في الجينيراسيون ديالو سوا ديك الجينيراسيون اللي طلع الجايه طحت مع شي اونيزوكا واحد اخر، غنحيدو فردوا البال. ولكن علاش لا، ان شاء الله نحاولوا نطلعوا النيفو ديالنا. النيفو ديالي حد الان متواضع جدا. يعني كاين دراري في المغرب احسن مني، هذه ديفينيتيفمون ماشي كاينه دراري تبارك الله ماشي احسن من، شوف ما كاينش داك البلان ديال المقارنات. صراحه دراري عاجبيني بزاف، والله يكمل عليهم الخير. نتمنى فريمون النيفو ديال المغرب يزيد يطلع. نقول لكم واحد الحاجه، النيفو ديالنا راه باقي زعما باقي ناس، حنا راه لتحت مقارنه بالعالم كامل وبالنيفو اللي خاص يكون اكطويل. باقي راقد، باقي خص يتوقد الاخوان. فيقولنا البشري ناري وليت كنهرب على السوجي بزاف، ولكن صراحه شي متعلق بشي. المهم اخوتي الا كنت لاحظتوا بلي كنهرب على السوجي بزاف، خليوه لي في كومونتير. الا كان شي حاجه ما واضحاش قولوها لي انا في كومونتير، حيت صراحه هاد بلان الاصابات كندوي عليها من قلبي فهمتي، حيت دز منا. انا ما عنديش المشكل، انا الحمد لله رجعت الحمد لله والشكر لله. ولكن كنشوف شي دراري مساكن فريمون كيعانيو، وديك الصلابه الذهنيه ديالهم باقي ما وصلوش ديك المرحله ديالها ديال انهم واخا يكملوا يتادابطاو. هادشي علاش كنحاول نوضح لكم الفكره العامه على النوعيه ديال الاصابات، وشنو الثغره اللي خاص تكون معاهم باش انك تكمل في ستاتيك ماشي تحبس. راه الاصابات راه ماشي واحد لانديس اللي يخليك تحبس اصاحبي، راه بالعكس اصاحبي، بالعكس يبقى انا وياك شي نخسر معاكم الخوت. نتوما العائله ديالي، العائله الستاتيكيه ديالي، ما نخسرش لكم خاطركم، ولكن هذا واش معكم من قلبي كيف ما قلت قبيله باش تعرفوا اللي كاين. شنو هما لي غوبتور ميسكولير كومبليت؟ بمعنى ديك العضله كتكون تقطعات كامله، حيداش من ديك البلاصه اللي كتكون مربوطه منها. ابسط مثال والاصابات اللي معروفين مثلا بحال البيسبس، مثلا بحال غوبتور ميسكولير كومبليت البيسبس. هاي البيسبس ديالنا طوندون يكون خارج من هنايا، باش كدير داك الموفمون طوندون طلع من هنا، يعني طوندون تيكون شاد هنايا في لافومبر، يعني شاد هنايا. ملي كدير واحد الموفمون غلط او اللي تيكون داك الطوندون حنا نرجعوا دابا لي طوندينيت، تيكون طوندون بحال اللي قلتي فيه تقطعات خفاف، وديجا ميسكل فيه واحد لانفلاماسيون. يعني شنو كيوقع كيدخل مع بعضياتهم اون فوا كدير واحد الشوك. يعني حنا اصلا ستاتيك مازي على دي موفمون اللي كتشوكي فيهم الميسكل ديالك. يعني اون فوا كتكون مثلا بوزيسيون ايزوميتريك ديال بسودو بوتش سوبي، هذا شوك فهمتي. او مثلا كتكون فرونت ليفر كدير كومبينيشن ديال كتطلع كتبغي تطرطق مالطيز، هذا كيتسمى شوك. يعني هذا هو اللي كيتسمى بالشوك، الشوك ميسكولير، كتشوكي العضله كتصدمها. واحد الحاجه الاخوان كيف ما قلت اون فوا داك الشوك كيتصدم، يعني شوكي يعني الشوكي ديك العضله تما صافي، يعني طوندوم داماجي، المسكل انفلامي، انت ديجا واكلها في شي قنت اخر صافي كتبارك البيسيبس طالع هنايا. الله يسر والله يحفظ الجميع، والله يحفظ كاع الدراري ستاتيك. ما بغيت حتى شي واحد انه يجي شي نهار يقول لي اخويا راه هادشي شنو وقع لي اصابات خفيفه الخوت عادي جدا، عادي الدراري وراكم كترينيو من اقوى واصعب الرياضات في العالم. الدراري شنو بغيتو تسناو؟ شنو كتسناو من السبور هذا؟ شنو كان شي حاجه اخرى الدراري سيروا ترينيو الله يراو بك، ترينيو الزومبا ولا الدراري كنترينيو ستاتيك اصاحبي. ستاتيك راه موفمون كتريني لعامين 3 سنين ولا يلاه كتشدوا اصاحبي. ديروا في بالكم هاد الحاجه. والاصابات راه من الطرف ديال التطور ديالنا، الا ما كنتيش كتصاب عمرك كديفلوبا من الاخر. وانا ستاش مادا ما غاديش نزيد نطول في الهضره ونرجع للسوجي ديالي. وكذلك ثاني بلاصه اللي معروفه اللي هي الكشف اللي كان تصاب بها البطل العالمي ديالنا. يعني راه كان دار ديجا فيديو تقدروا تمشيو تفرجوا فيه عند الصديق ديالنا يوسف مورو. يعني الاصابه اللي كانت جاتو في وسط الكومبيتيسيون، يعني في الكشف ديالو هو براسو قال لكم باللي اون فوا تجيكم شي حاجه صغيره خصكم تصنتوا لها. هاد المساله هادي راه ما كتعرف لا مبتدئ لا محترف، باش نكونوا متفقين عليها. هاد المساله مرتبطه بالعقليه ديال الواحد، خاصو يمشي بالعقل ويرد البال وياخذ كامل الاحتياطات ديالو والراحه ديالو. والفتره ديال الريكفري اللي كتعتبر مساله مهمه ولا
غنى عنها، هي اللي كتحدد لك الكيفيه ديال كيفاش انك ترجع. ماشي صافي اون فوا تبلاسيتي طال الماكله والناس والصريط، لا لا لا، الريكوفري الخوت ما خداماش هكا باش نكونوا متفقين. عاد ما تزيد فهمتيني تكبر الامور، وعاد تزيد القوه والصلابه الذهنيه عندها واحد الدخل كبير في هذا الشيء. وهنا فين غادي ندخل لكم المساله ديال الواحد واش يحبس ولا غيكمل. فراه كاين اللي جاتو اصابه في الظفر ولا في الصباع ولا في بوني، ما قدش على داك الضغط ديال مثلا البيبارز باش كيقصر بلونش ولا باش انه يقصر مالطيز، ما قدش على داك الضغط اللي كيجي لهنايا، صافي حبس. وكاين اللي تحيدات لي بيسيبس على قدها، وفغيمون العقليه ديالو خلاته يشوف بلي هذا راه درس، وهذه راه واحد الفتره انه يزيد يراجع راسو ويزيد يكتشف راسو شي حوايج اخرين. كذلك اللاوعي ديالو الاراده ديالو، الديسيبلين ديالو، الانضباط ديالو، الصلابه الذهنيه ديالو تزيد ابجريد بلا ما يحس هو. من يجي يدوز من واحد المواقف، واحد دي سيتوياسيون اللي كان نورمالمون كيدوز منهم شحال هادي وكيجيهم شويه هكذا، يجيهم فهمت ما يبقاش يحس بهم. علاش؟ حيت داز منه واحد ستاج، فهمتي صافي كوفراه، يعني عطاه واحد الاورا. ومن هذا المنبر تحيه لك خويا خالد، والله يشافيك اخويا. الدراري داو مع الدراري هذا، والله طرافات والله يعمرها دار، وان شاء الله يرجع علينا، وعارف بلي يرجع محسن. هذا هو الاخوان التسلسل ديال الاصابات، كيفاش كيبداو وكيفاش كيساليو. كيبداو من لي زانفلاماسيون، اللي النوعيه ديال لي زانفلاماسيون اللي حنا ما كنكونش كنحسيو بهم، حتى كتوصل لي غابتور ميسكولير كومبليت. ردوا البال الخوت، الجسم ديالكم كيفاش كتعاملوا معاه، هذاك راه الجسم ديالكم الخوت صافي، راه ماشي شي واحد براني، شي واحد براني لا اشجع ولا نعنف. واختاريت في الفيديو هذا اللي يكون الجزء الاول، اختاريت ندوي على النوعيه ديال الاصابات. دابا هانتوما عقلوا معايا مزيان في الفيديو هذا، ركزوا معايا. الفيديو الجاي غادي ندوي على كل اصابه والتمارين ديالها، وحتى في الفتره ديال الريكافري. مثلا انت ديجا جاتك واحد الاصابه، غادي نوريك الروتين. هذا الروتين غادي يكون فيه التريتمون، كيفاش تتعامل مع البلاسور، لي زيكزارسيس، سواء ديال الرونفورسمون سواء ديال الموبيليتي او الفليكسيبيليتي. تقريبا الفيديو هذا راه خصكم فريمون تفرجوا فيه كامل 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 باش تزيدوا تفهموه، باش ملي تلح ان شاء الله البارتي الثانيه غتوليو عارفين من اين روتين غادي تمشيو عليه نتوما. فكلا هذا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. نتمنى فريمون تكونوا استفدتوا وتكون عجباتكم، وكالعاده مسكوا الختام. نشوفكم في الفيديو الجاي وفي الحلقه الجايه او في الفلوق الجاي. كان عندكم شي اسئله خليهم لي تحت، ودوزوا بخير. تشاو.